بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة مصر وغينيا مباراة تعتبر أقل من المتوسط. مباراة مفروض إن احنا نكسب بكل المقاييس، بكل الحسابات، بكل اللوغاريتمات. مصر تكسب هنا وهناك وفي أي حتة. ده فرقة ما بيعرفوش يباصوا 3-4 باصات على بعضهم. لما تجيب فينا جون تبقى في خلل، في حاجة مش طبيعية لما فرقة زي دي كده تجيب فينا جول. ولكن هنقول الجو، هنقول الملعب، هنقول درجة الحرارة. طيب كل الكلام ده حلو ودايما نقوله ودايما نتحجج بيه والشماعات. طيب انت خسرت 1-0 الشوط الاولاني وشايف الملعب ما فيهوش حد بيقف على الكورة خالص، فنزلت إمام اللي المفروض انا من وجهة نظري كان يتعاقب وما يسافرش ويتوقع عليه عقوبة هنا بعد اللي حصل منه الماتش اللي فات. ولكن خوفه من جماهير النادي الاهلي فخدوا وطلعوا هم برروا كذا سواء هو ولا اخوه ان لا ده عنده حس بالضمه، وفي ناس تقول لك الاماميه وفي ناس تقول لك الخلفيه. لا هو مش قصده ان هو ما يسلمش علينا. هيبه المنتخب راحت، انا بكلمكم بجد. وبعد كده اي حد اي لعيب ممكن يعمل اي حاجه وهيقبلوها وهم شكلهم خلاص هم جايين ياكلوا عيش بصراحه. يعني لان المفروض ان مش حسام ابراهيم اللي احنا عارفينه يحصل موقف زي ده الماتش اللي فات وتاخدوا تصفروا وانتوا تطلعوا، انتوا اللي بتطلعوا المبررات. مع العلم ان انت لو خدت موقف وقلت مش هيسافر وهيتخصم منه، والله كله جماهير الاهلي قبل اي جماهير تقف وتأيد القرار وتقول لك صح، لا يصح الا الصحيح، لان دي القيم والمبادئ. ولكن انتوا خايفين. سيبك من دي. ناصر ماهر الراجل نزل لك في الدقيقة 91 عمل لك انفراد، ولو وقع كان ممكن خد ضربة جزاء، وقبليها عامل واحدة لابراهيم عادل في ال18. طب وانت قاعد مش شايف الكلام ده؟ وبعدين مصطفى فتحي مفتاح لعب، انت طلعت محمد هاني، انزل ناصر ماهر عشان يمسكني كوره واخلي عايز تلعب امام لعبه بقى في الاخر. شد واحد زي مروان عطيه او حمدي فتحي اللي احنا بقالنا ساعتين بصراحه مخنوقين منهم. الساعه ونص اللي احنا بنتفرج عليهم مخنوقين منهم، مش عارفين يباصوا. مروان يدي الكوره للناس يا اما يطلعها في الاول. مش ده اللي حصل؟ بعد كده الاثنين الديفندرات ايه حكايتهم؟ ولا بيعملوا ضغط ولا بيمسكوه الكوره ولا واحد بيكمل عشان يبقى ورا نص تحت الفيرود وتحت الاثنين اللي هم تحت الفيرود. لا خالص مفيش الكلام ده. فانت اربط بناصر ماهر، اربط منزل ابراهيم عادل يا فرحتي. طب ومصطفى فتحي اللي مكسب بيراميدز ومخلوهم ماشيين في الدوري الاول هيلعب امتى؟ هتلعبه امتى؟ وادي صلاح اللي انت كنت بتقول لا انا عندي 20 لاعب وراجل هو اللي النهارده اللي نقصك. صلاح اللي نقصك النهارده من المقصله. تعادلنا والحمد لله التعادل احسن من الخساره، ولكن صلاح اهو. ادي قيمه صلاح اللي انت يعني حاطط راسك براسه. ما اعرفش ليه هتقول لي الخلافات وما اعرفش ايه. لو ما فيش خلافات والكلام اللي بتضحكوا على بعض وعلى الناس. انت انت كنت عايز تغيره النهارده عشان تدي ايحاء للجماهير ان انا لما بيبقى وحش هغيره، بس هو طبعا مرضيش وموافقش وخلاك شكلك وحش قدام مصر كلها. لان ده ما تغيروش حتى لو هو عظمه في قفه، ما يتغيرش الا لما اصابه هو اللي يطلبها زي بتاعه الافريقيه. ورغم كده جايب لك جول وهو اللي خلى شكلك حلو، واخد بال حضرتك؟ وضيع واحده، هنقول ضيع واحده اللي هي اتشاطت دي وعليت. مفيش حد في الفرقه كلها راح على الجون الا هو. فانت اللي ضيعت النهارده الاثنين بونت دول لان تغييراتك كلها عقيمه. وادي محمد حمدي اللي انت الماتش اللي فات برجلت الدنيا كلها وكنت فرحان ان فتوح اتصاب عشان محمد حمدي مكانه يبقى هو. ادي محمد حمدي لعب النهارده اللي انت برجلت الدنيا الماتش اللي فات وحطيت تريزيجيه باك ليفت وحطيت امام عاشور وراه وحطيت محمد عبد المنعم وراه. طب ما تلعب عمر كمال اللي هو المفروض يلعب النهارده. ما اعرفش انت ما لعبتوش ليه صحيح. عمر يلعب على محمد هاني. ايه ميزه محمد هاني؟ قول لي ايه ميزه محمد هاني؟ وبعدين انت غيرته وتلعب زيزو عليه. يبقى بعد كده بقى ان شاء الله في الماتشات اللي جايه في عمر كمال وفي بقى لعيبه تانية. انت
انا معاك ان انت مضغوط وبتاع، بس في لعيبه تلعب وفي لعيبه ما تلعبش عشان تكسب. يعني النهارده تكسب لو ما خدتش امام عاشور عشان النيات، والله تكسب. يبقى انت طبقت مبدأ اللي هو الصح والغلط، الصواب والعقاب. واخد بالك؟ لو انت قعدته هنا في مصر، حتى لو يعني هتقول لي لا ما ينفعش، لا استبعده خلاص، هو كأنه مصاب ومش هاخده معايا. واخد بالك؟ هتكلم برضو على الشناوي، برضو مصطفى شوبير يلعب، والله يلعب، لان الفرقه ما فيش اي خطوره منها غير الجون اللي هم هيجيبوه عشوائي زي ما جه كده. واخد بالك؟ ناصر ماهر ما يقعدش، مصطفى فتحي ما يقعدش، فانت اللي ضيعت بالتغييرات دي. لو انت من اول الشوط الثاني نزلت مصطفى فتحي مكان تريزيجيه، واخد بالك؟ او من البدايه خالص، من البدايه خالص اول ما مصطفى محمد اتصاب، مع كل الاحترام لاوفا، مش وقته. يا اما تلعب محمد شريف يا اما تلعب مصطفى فتحي، عايزين واحد خبره، يا واحد يجيب جون يا واحد يعمل لك جون. فانت كنت دخلت صلاح راس حربه ونزلت مصطفى فتحي ناحيه الراي، كانت الامور هتظبط. الشوط الثاني انزل ناصر ماهر، اقسم بالله كنت كسبت، اقسم بانما ايه ابراهيم عادل وايه، مع كل الاحترام ليهم مستقبلهم جاي والكلام ده. بس انت هل ابراهيم عادل ده يلعب على احمد عبد القادر لما يرجع، ومصطفى شلبي وحسين الشحات ومعرفش مين تاني، انا مش فاكر بقى مين تاني في ومرموش. فانا بصراحه يعني انا مش لاقي لها حل. اللي انت عايز تعمل تقول ايه؟ ان انا بدفع بناس جديده، لا مش توقيته خالص، مش وقته خالص. انا الماتشات دي الاعب محمد شريف يجيب لي جون، بيعرف يجيب لي جون، يا اما مصطفى فتحي وادخل محمد صلاح. لو اتزنقت انزل محمد صلاح تحت واطلع وانزل محمد شريف، واطلع حد من الاثنين البوات اللي في نص الملعب اللي ما كانش لهم اي دور النهارده، ولا الفرقه الثانيه ليها اي دور. ما شفناش اي خطوره، ولا في عندهم لعيب مميز، ولا بنقول مثلا ده بيمسك ده ولا بيقرب على ده ولا بيضغطه، ما فيش الكلام ده خالص. بس انت حاطط في دماغك العب امام عاشور. طب لعب امام عاشور، شفت بقى ناصر ماهر نزل في 5 دقايق ولا 6 دقايق عمل ايه؟ هو ده الفرق، اللعيب الايجابي. اللعيب انا مش ضد امام، بس يلعب مكان مروان او يلعب مكان حمدي فتحي. انما 10 دي اتخلقت للناس اللي عندها حلول في الكوره، الناس اللي بتعرف ترقص وتعدي، اللي بتعمل دربلينج بالكوره وبتروح بيها، اللي بتعرف تعمل ثرو باس يوصلك. ناصر ماهر عمل كده، ضرب الديفنس ونص الملعب وراح، وعملها لصلاح وصلاح حطها، بس كان في غابه من السكان يعني. فلا تلوم الا نفسك في الاثنين بونت اللي طاروا دولت. حسام حسن يسأل عنهم في تغييراته، في تشكيله، في خوفه من المباراه، ما اعرفش خايف ليه، مع ان انت بتلعب منتخب قليل جدا ما بيعرفوش يباصوا ما بيعرفوش يلعبوا، بس انت بتلعب اجسام. الاجسام دي عايزه لعيبه كوره مهاريه، زي ما حصل كده ناصر ماهر، زيزو، مصطفى فتحي كان نزل قلب لك الناس دي، وقعهم على بعض وقومهم ووقعهم. عارف انت بتاع ال3 ورقات، كان مصطفى فتحي عمل لك الكلام، وكنت هتبقى في السما. وهادي بص حسام عمل ايه، خلى الدنيا بقى عمل ايه، بص لعب لعيبه الكوره اللي هي هتعرف له. انما انت هتلاعب قوه قصاد قوه، هم يتفوقوا عليك حتى لو ما عندهمش فكره. فاهو مثال ناصر ماهر نزل عمل كده، ضرب الدنيا كلها وراح انفراد. طب ما بالك ده لو نزل بدري شويه مكان امام عاشور؟ فالناس هتفكر ان انا والله بص، امام يلعب اللي هو زي مروان وزي الناس دي، ما عنديش مشكله. انما الحته بتاعت 10 دي عايزه لعيبه اللي هي الفكر عالي قوي، الباص، التحرك، الترقيص، الجري بالكوره، كل الكلام ده. على العموم الحمد لله ان احنا تعادلنا ما خسرناش، لان الخساره كانت هتعمل قلق جامد، وهتدخل فرق كتير، وهتخلي فرق، وهو لسه برضو طبعا الدنيا مش متظبطه، لان ما نعرفش الفتره اللي جايه ايه. بس النهارده التعادل احسن من الخساره، لان الخساره كانت هتقرب فرق كتير منك وهتطمع فرق كتير فيك، وكانت هتبدا الثقه بقى تقل في الجهاز الفني واللعيبه، ونلعب تحت ضغط والكلام ده. مع ان المفروض ان دي اسهل مره تصفيات في تاريخنا، عمرنا في حياتنا في تصفيات كاس عالم ما وصلنا للمرحله دي، ان الفرق اللي احنا بنلعبها ما بتعرفش تلعب، وفرق قليله جدا. ولكن التعادل احسن من الخساره، وان شاء الله اللي جاي احسن. وان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.